من فات قديم وتاه، واحنا عندنا اصل ما ينفعش ننسى اصلنا، ما ينفعش ننسى المتحف اللي اتعلمنا فيه واللي درسنا فيه، اللي كنا بنيجي كل يوم في الاسبوع لمدة 4 سنين. ما ينفعش ننسى المكان اللي اتعلمنا فيه معنى الاثار، اللي درسنا فيه، اللي اتعلمنا فيه معنى الحضارة. انا هنا بكلمكم من المتحف المصري القديم اللي موجود في ميدان التحرير. هو مش بس بنسميه المتحف المصري القديم، لكن ده أقدم متحف اتعمل في مصر. هاخدكم في جولة النهاردة هنشوف فيها الكنوز المخفية الموجودة في المتحف المصري اللي ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة. يلا بينا. قدام أكتر حاجة معقدة لقيناها وموجودة في المتحف ومحدش يعرف يشرحها لغاية دلوقتي. المادة غريبة، الشكل غريب، one of a kind، يعني ما اتعملش منها تاني. هي القطعة الوحيدة اللي لقيناها بالشكل ده، ما نعرفش هي ايه. من الأسرة الأولى. الأسرة الأولى يا ولاد، دي من الأسرة الأولى برضو. مصدقين نفسكم ان دي من الأسرة الأولى؟ لا تعليق. صلاية مرمر، أول قطعة درسناها واحنا بندرس المتحف المصري في سنة أولى في الجامعة. بس أتحداكم إذا كان حد ممكن يعرف يشرحها دلوقتي. بكل الحاجات اللي فيها معقدة جدا، غير مفهومة، فيها رسومات غريبة. وأنا بلف في المتحف المصري الكبير من كام يوم لقيت حاجات شبه دي، ومن عصر ما قبل الأسرات بحبة حلوين. يعني دي مش أول واحدة من نوعها. عايزة أصارحكم إن أنا عمري ما شرحت الصلاية دي، بصراحة عمري. لا أجرؤ إن أنا أشرح حاجات غير مفهومة بالنسبة لي وغير مقنعة وما فيهاش أي لوجيك. يلا بينا نشوف التفاصيل. أول حاجة، الراجل ده لابس حاجة كده شكلها غريب هنا، شبه واجهة المعبد، وشايل صندلين كده برضو شكلهم غير مألوف. شكل العضلات بتاعته برضو احنا مش مألوف بالنسبة لنا. دي الشنطة اللي ناس كتيرة بتعمل عليها حوارات دلوقتي، اللي موجودة في الحضارة السومرية والحضارات التانية. المفروض ان ده الملك ماسك حاجة في ايده. برضو الحاجة دي شكلها غريب، بس هو شكله مش هيضربه، شكله هيعمل حاجة تاني. الراجل ده تقريبا بيمثل حد من الأعداء. في ناس تحت مش عارفين هما بيعملوا ايه. البتاعة دي أول مرة نشوفها، دي المرة الوحيدة اللي شفت فيها الرسمة دي. بصوا، فدي عبارة عن ايه معرفش. البتاعة اللي فوق دي في ناس بتسميها حتحور وفي ناس بتسميها بط، بس هي برضو غريبة. بصوا الرسمة دي رسمة غير مألوفة خالص لحورس. حورس من الوش، شايفين دي دماغ حورس وده جسمه كأننا جايبينه من الوش. ودي الرسمة اللي بنلاقيها على طول في المدخل بتاع سقارة أو الجدار اللي حوالين سقارة، السور بتاع سقارة. تعالوا نشوفها من الناحية التانية. نفس الست اللي فوق قاعدة هنا برضو تقبع في هذا المكان. ده الملك برضو. في مشاكل في الإضاءة، في وراه حاجة كده معرفش دي شماعة ولا ايه الصراحة. أنا مش عارفة دي ايه. وهو المفروض ان هو واقف هنا وحورس تاني قدامه جاي من الوش، وده منظر غريب قوي الحورس. دي ناس بأطوال مختلفة، يبدو ان هم أقزام والله أعلم، بأطوال متدرجة. يعني اللي قدام اللي وراه هتلاقيه أطول منه، أطول لغاية ما نوصل للآخرين. شايلين برضو حاجات بيقولوا عليها ان هي سريات أعلام، بس ايه اللي في الآخر دي، بالونة دي ولا ايه معرفش. الناس دول ماشيين ودماغهم متقطعة. بصوا شكل المركب اللي فوق ويبدو كأنها بتغرق. اما بقى القصة الكبيرة هي هنا. بصوا، دي حيوانات غير مفهومة، لقوا حاجات شبهها مرسومة في الحضارة السومرية، فاحنا مش عارفين هل دي ديناصورات ولا هل دي حاجات شبه الفيل والراس بتاعته راس أسد، ولا ده الناس اللي بتشرحها بقلب كده بتقول ايه. انا الحقيقة مش فاهمة الناس اللي بتشرح بتعمل ايه وبتقول ايه. فدي بالنسبة لي حيوانات غير مفهومة، ودي المرة الوحيدة اللي ظهرت الحيوانات دي. فليه ما كملتش معانا في عصر الأسرات مثلا؟ ده سؤال مشروع جدا. ده تور وهو بينطح، احنا عمرنا ما شفنا التور بينطح في مصر. وده راجل تحت التور، يعني هل التور ده مثلا نطحه؟ وده منظر ايه ده منظر ترس. فستبقى بالنسبة لي هذه القطعة يعني فيها تساؤلات كتير وما عنديش الإجابة ومحدش عنده الإجابة عليها. في جماعة أثريين عندهم مشاكل بتبقى في 50 سنة. يعني انت مثلا قلت 2700، لا هي 2650. طب تعالى اوريكوا أقدم مقبرة مرسومة لقيناها، عمرها كام سنة.
5798 5798 يا ولاد، شايفين معايا الرقم كويس؟ عصر ما قبل الأسرات. دي أقدم مقبرة لقيناها مرسومة. طبعا التصوير صعب لأن احنا في إزاز وفي ريفلكشن وفي حيوانات مرسومة. ده تقريبا بيمثل راجل بيصطاد. دي بطة. ده واضح جدا ان هو ديناصور. ده حيوان بغير راس، الراس اتقطعت، ممكن يكون غزال، ممكن يكون اي حاجة تاني. ده غزال اهو، فوقيه يبدو ان هو غزال برضو. بصوا، ممكن طور، ممكن حاجات شبه العجل، معرفش. وده راجل تاني مستقبل الحاجات اللي بيصطادها ممكن. دي مركب شبه الماكيتات الكتير بتاعت المراكب الجنازية اللي بنلاقيها. وده واحد برضو شكله ان هو بيصطاد. طبعا دي جزء من حيطة متكسرة، يعني انا من بعيد اهو الاجزاء السودة دي اجزاء متكسرة من الحيطة، ودي باقي الحيطة او التابلو زي ما احنا شايفين كده اهو. دي بطاقات اواني من الاسرة الاولى. الحاجات اللي شبه الهلال دي كده اهو، دي ارقام. دي اعداد الحاجات اللي موجوده جوه الاواني، يعني كانك بتحط يعني ايه ليبل كده فوق البتاع، فوق الجار الكبيره دي، حاطط فيها مثلا 10 حمامات، فتحط رقم 10 وتحط رسمه حمامه. ودي طبعا اللي كانوا بيستخدموها الخدم، فلازم نبقى فاهمين ان الخدم عشان يحطوا الارقام ويكتبوا العلامات دي، فمعنى كده ان الخدم بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فاللي يقولك ان المصريين القدماء كانوا شعب جاهل، ما بيتكلموش، ما عندهمش مدارس، ما بيتعلموش، الخدم بيعرفوا يكتبوا ويقروا. انت دلوقتي بتروح اماكن بتشوف الخدم حتى الان ما بيعرفوش يكتبوا ولا يقروا. فده بيقولك ان احنا مستوى التعليم عندنا كان مرتفع جدا. ودي حاجات لما نحطها جنب بعض هتديك المفهوم بتاع الحضارة. دي حاجات لقيناها متعلقة في أواني موجودة في الممرات اللي كانت تحت الهرم المدرج بتاع زوسر، متجمعة برضو من حاجات قبله، فمعنى كده ان زوسر ده مش أول راجل عمل حاجات جامدة. الحاجات دي بقى اللي أنا بحبها قوي، دي عصر ما قبل الأسرات. مش دي نعامة برضو اللي أنا بيتهيألي؟ الخطوط اللي نازلة من فوق دي، هل دي بتعبر عن مطرة ولا بتعبر عن فيضان ولا بتعبر عن مية؟ شايفين كمان الرسمة اللي على جنب بتاعتها؟ انا بحب حاجات ما قبل الاسرات اكتر من حاجات الاسرات. حاجات ما قبل الاسرات حاجات كتيرة فيها مبهمة بالنسبة لنا، مش مفهومة، فتخضع للدراسة. كمان بتديك فكرة عن ايه اللي حصل في عصر الاسرات. دي مثلا حيوانات كتيرة مرسومة على بتاعة كده شبه الفازة، ممكن يكون بط، وز، ضفادع، الله اعلم. بصوا، دايما هتلاقوا اشكال هرمية، اشكال هرمية مرسومة على طول على الحاجات بتاعت ما قبل الاسرات. هل ده انديكيشن يقول لنا ان كان في اهرامات قبل الاسرة الاولى، ولا احنا بيتهيأ لنا؟ هذا الاناء لقيت زيه بالظبط في الصين، وكذا واحد، مش واحد بس. تاني عندنا اهرامات برضو. ده اناء تاني، كل الحاجات دي ما قبل الاسرات. شايفين الرسومات اللي مرسومة؟ طبعا الرسومات ايه يعني مش في حالة جيدة، لان هي طبعا بقالها كتير. انا اظن ان هي بتمثل مركب، ودي الاشراع بتاعت المركب، والمركب ممكن تكون غرقت ولا حاجة، بس مش هقدر افتي لانه الرسم مش واضح بصراحة. توابيت كبيرة معمولة من الجرانيت، بس طول الوقت هنلاقي فيها المنظر اللي احنا شايفينه تحت. ده برضو سور سقارة. من قريب لسه كنا بنصور في مسجد الإمام الشافعي، ولقينا المنظر ده معمول بالألوان عند المدخل بتاع القبة بتاعته. ده منظر هنلاقيه في كل الأماكن، كنايس هتلاقيه، جوامع هتلاقيه، مجموعة جنازية هتلاقيه، كراسي، توابيت، رسومات. هيفضل ده سؤال من الأسئلة المهمة، اشمعنى المنظر بتاع البوابات واشمعنى سور سقارة ده بنلاقيه في كل حتة؟ أنا كنت فاكرة إنه أول مرة يظهر في العمارة في السور بتاع سقارة، بس لقينا حاجات من قبل الأسرة الثالثة ولقينا فيها نفس الشكل ده.
فالسؤال بقى أكبر، طب إزاي الحاجات دي موجودة من قبل سقارة وإحنا ما لقينالهاش أي حاجة مبنى حجري معمول بالشكل ده؟ لقينا رسومات ولقينا حفر على الأحجار بشكل البوابات اللي بتخش جوه بعض، زي ما لقيناه كمان في حضارات تانية، يعني مش مصر الوحيدة اللي لقينا فيها النقطة دي. هل ده ممكن يقول لنا إن الحضارات القديمة كانت متصلة ببعض ولا لأ؟ الله أعلم. ممكن عمرنا ما لقينا مباني للحياة، ما لقيناش بيوت، نادر جدا ما بنلاقي بيوت أو قصور، لكن ده جزء من الأرضية بتاع قصر الملك إخناتون. شايفين؟ شايف الرسومات؟ هنزل تحت شوية. شايفين رسومات اللوتس والمية والسمك والألوان، وهنا برضو لوتس وبردي مرسومين وطيور بتطير. وهنا بقى المنظر اللي متكرر في كل مكان وهو منظر الأعداء. هتلاقوا ناس بقى أفارقة بملامح مختلفة، كل ملمح فيهم بيمثل بلد مختلفة. هتلاقوا البدو اللي هم بدقن. بصوا الأعداء، أعداء مصر تحت الأقدام. بصوا لما نلاقي جزء من أرضية قصر تبقى أرضية القصر بتاع إخناتون. إخناتون اللي عليه علامات استفهام كتيرة، والراجل اللي أنا بحبه وبفضله من كل الحضارة المصرية القديمة. هل إخناتون ده متصل بالعالم الآخر بشكل ما؟ هل جايلنا من حضارة مختلفة، ولا هل هو بني آدم عادي زيه زي باقي الملوك اللي حكمت مصر؟ ليه كان مختلف بشكل يثير للجدل؟ ليه التماثيل بتاعته، الرسومات بتاعته، ليه كل حاجة بتاعت إخناتون كده تبص عليها وتحس إن أنت بتروح في بعد تاني؟ دي أسئلة أنا ما عنديش عليها إجابات، والله أعلم. سخمت، أنثى الأسد اللي أنا بحبها جدا، في منها تماثيل كتيرة هنا، وفي تماثيل كتيرة موجودة في المتحف الكبير. وانت داخل من المتحف الكبير على القاعة بتاعت مراكب خوفو هتلاقي بتاع 10 ولا 15 تمثال لسخمت محطوطين داير ما يدور. طيب سخمت دي في ناس بتقول عليها ان هي رمز الشر، وفي ناس بتقول عليها ان هي رمز الست القادرة القوية اللي بتاخد حق الناس. سخمت دي بغض النظر ان هي بتمثل ايه، لان الموضوع بتاع سخمت ده كبير، هنلاقي اشكال كتيرة من سخمت واشكال كتيرة من انثى الاسد موجودة. وده بيقول ان احنا كان عندنا في مصر اسودة. ما عندنا اسودة يعني معنى كده ان احنا عندنا غابات، وغابات كثيفة عشان الاسودة ما بتعيش بس في غابات بسيطة، وعندنا مستويات مختلفة من الجراس أو من الحشائش. عشان كده كان عندنا أنواع مختلفة من الغزلان، وتابعوا معايا في الفيديوهات هتلاقيني عامله لكم فيديو عن الموضوع ده. معنى ان احنا عندنا أسودة ومعنى ان احنا بنعمل تماثيل لأسودة بالشكل ده، معناها ان الناس شافت الحيوانات دي بكثرة والفنان شافها بكثرة، فلما جه يعمل التفاصيل بتاعها والتشريح بتاع الراس والدماغ بتاعتها عملها مظبوطة، معنى كده ان هو شافها كتير. ده مش حيوان مجلوب او حيوان حد سافر وشافه في حتة. حديثا في الطب لما فحصوا الخلايا اللبنية اللي موجودة في الصدر عند الست، لقوا شكلها كده بالظبط، شبه الوردة. الوردة اللي هي في أشكال كتير منها في حضارات كتير وليها أسماء كتير، زي زهرة الحياة مثلا في الهند، زي أشكال موتيفات كتيرة جدا من الورود موجودة عندنا في مصر في كل الأماكن القديمة. هل الناس دي كان عندها قدرات ان هي تشرح الخلايا وتشوف شكل الخلايا من جوه عامل ازاي؟ لان دي حاجة مش هينفع تشوفها بعينيك بس. ما عنديش اجابة، بس اظن الاجابة واضحة قدامكم. رجوع تاني لسور سقارة، الست لابسة بريسلت اهي على شكل السور، يعني احنا لا عندنا مبنى ولا عندنا حاجة ولا عندنا حيطة، بس حاطينها في الاكسسوارات بتاعتها. مش بس كده، لا ده كمان الفستان. شايفين الحتة دي؟ سور سقارة ده ولا مش سور سقارة؟ النهاردة احنا في حلقة جدلية، حلقة المقصود منها اوريكم كنوز موجودة في المتحف. طبعا الاثريين بيتكلموا عليها زي ما احنا درسناها في الجامعة. الكلام اللي احنا درسناه في الجامعة من 700 ألف سنة موجود، من أول ما ابتدينا نعمل حفاير في مصر عن طريق الإنجليز والفرنساويين من أكتر من 200 سنة ما اتغيرش.
ألم يحن الوقت يا جماعة إن إحنا نغيّر النظريات اللي عفى عليها الزمن اللي بنتكلم فيها والّا لأ؟